السلام عليكم. يا رب تكونوا بألف خير. أنا آية هويدي، دي قناة ميكس جوانا، واللي بنتكلم فيها عن مواضيع كتير مختلفة من حياتنا. لو انتوا جداد في القناة ما تنسوش ان انتوا تشتركوا وتتابعوا كل جديد بينزل. موضوع النهاردة هو موضوع شائك شوية، ممكن الناس تتخض. أنا مش عارفة بصراحة ممكن ياخد وقت قد إيه، بس أنا مش ناوية أعمل إيديت، ناوية أتكلم عن الموضوع كده زي ما هو بيور وزي ما هو يطلع بالظبط. هحكي لكم عن قصتين أنا تعرضت لهم، والقصتين بصراحة بالنسبة لي ما كانوش سهلين، ما عدوش كده بالنسبة لي أو مروا مرور الكرام. بالعكس، أنا النهاردة واللي خلاني أكبر سبب خلاني نزلت وصممت إن أنا أتكلم عنها هو فكرة إن الموضوع كان يعني مسبب لي تعب نفسي مش طبيعي، وكل ما بفتكر الموضوع ده دمي بجد بيتحرق حرفيا والله العظيم. بفضل كمان يعني بحس إن أنا لأ مش طبيعية الموقف بالنسبة لي وممكن أعيط. أول قصة أول قصة كان في كنت بشتري حاجات من محل وسايبة حمزة ابني مع اخواتي في مكان بعد الطريق، يعني هعدلهم الطريق. فبعد ما اشتريت وخلصت خرجت سمعت صوت بنت بتعيط جامد وصوتها قالب الشارع، ففكرت حمزة ابني، بس بعد كده لقيت صوت حد كبير، يعني بنوتة كبيرة. حمزة 6 شهور و5 شهور، لا البنوتة دي كانت كبيرة. فالمهم بصيت فلقيتها في سيارة، في عربية قدامنا الناحية التانية، وباباها بيسكرول في الموبايل. بعدها الأب ده نزل ضرب في البنت حرفيا، كأنه مثلا عارفين يعني بيعمل كده كده كده. أنا دمي غلي وبقيت ماشية، أنا ما همنيش بقى حمزة ابني فين، بيعيط ما بيعيطش. أنا رحت قلت لهم حتى أنا مش قادرة أمشي، مش عارفة أروح لهم أخدهم وأمشي، أنا عايزة أعمل حاجة، أنا مش قادرة أشوف الموقف وأسكت. أنا حسيت إن أنا عقلي واقف حرفيا. واللي وقف عقلي أكتر إن في واحدة ست قاعدة في العربية في الكرسي الخلفي بتسكرول في الموبايل وماسكة طفل صغير أصغر من البنوتة دي. فاتجننت، اللي هو طب انت حتى مش قادره تقولي لي مثلا ما يضربهاش؟ اكيد البنت دي مثلا عاوزه لعبه، عاوزه حاجه. فيها ايه لو كنت مسكتها قدامك في الدركسيون خليتها تلعب في الصوت مثلا، جبت لها كرتون، جبت لها اغنيه هي بتحبها. شفتي هي فعلا بتعيط عشان ايه؟ عايزه فشار، عايزه ايس كريم، عايزه بلا ازرق، روح هاتهولها. بس مش ده النتيجه اللي ده الطين بله. انا فضلت واقفه بجد، انا مش عارفه اعمل ايه. حسيت ان انا بدات فعلا اعيط، او حسيت ان انا فعلا يوم عيطت، بس دمي غلي جدا، مش ما كنتش قادره اتصرف. واقفه وعايزه اعمل حاجه بس مش عارفه هي ايه، وما جاش في بالي خالص ان انا ممكن اصوره فعلا يعني. فالمهم البنت دي هو شالها ورجعها في الكرسي الاخير، حرفيا هو رماها في الكرسي الاخير جنب مامتها، المفروض ده لو مامتها اساسا. المهم البنت فضلت مكمله عياط، هو يرجع يلف بظهره بعدها مثلا 5 دقايق من كتر عياط البنت، يلف بظهره وينزل فيها بعزم ما فيه، والله العظيم ربنا يشهد على كلامي، بعزم ما فيه ضرب ضرب ضرب. انت بتضرب في مين؟ انت بتضرب في مين يا متخلف؟ انا اسفه لان انا بجد انا ممكن اشتم، يعني مش هشتم قوي يعني، بس انت بجد بتضرب في مين؟ دي طفله. وانا واقفه انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اروح له. انا كنت حرفيا حاسه ان انا لو رحت هضربه، او حاسه ان انا لو رحت هصرخ جامد، اعصابي باظت بطريقه مش طبيعيه. انا الى الان بجد يعني الموضوع فعلا بقى صعب. المهم ومشي، اهله جم تقريبا، كان مامته او ناس كبيره يعني، جم من محل وركبوا معاه ومشيوا. فانا فضلت رايحه جايه رايحه جايه، انا مش عارفه اعمل ايه، وبدات اعيط. اسماء اختي قالت لي هتعملي ايه يعني، ما احنا هنعمل ايه طيب؟ فانا لمحته اخد ملف وراجع، يعني من نفس المكان اللي احنا واقفين عنده. فانا عديت الطريق، انا مش عارفه هقف قدام العربيه. طب حتى لو وقفت قدام العربيه هقول ايه؟ هيبان ان انا اللي معترضاه. طيب لو وقفت مثلا وجيت اكلمه من الشباك واقول له طب ليه بتعمل معاها كده او كذا، طب ما هو ممكن يسيبني ويمشي. طب لو وقفت قدام العربيه مثلا ولميت عليه الناس، طب ما انا هيبان ان انا ما عرفتش اتصرف. حرفيا انا عقلي اتشل وافكاري كلها اتشلت. اقصى حاجه انا اخدتها الحمد لله الحمد لله، انا اخدت رقم العربيه، وبرضه انا مش عارفه كنت عايزه اعمل بيه ايه. فقررت بصراحه، يعني قلت مثلا يمكن لو نزلته على صفحه دمياط الجديده اي حد يشوف رقم العربيه دي بجد يبلغ عنه، او يحاول ان هو يترصد انه يصوره وهو بيضرب البنت دي، او لو حد فعلا يعرفه يحاولوا مثلا يكلموا شرطه اطفال، يكلموا ايا كان، يكلموا البنت دي ويشوفوا فعلا ان هي بتتعرض لعنف. والله العظيم عنف انا كواحده كبيره ما قدرتش استحمله فعلا.
ده اول موقف. تاني موقف كنت في المطار، وبعدين الطياره بتاعتنا اتاخرت 3 ساعات، فكنا مستنيين الطياره، والطياره يومها بجد كان يوم متعب متعب متعب، وكان حوار فعلا صعب. الحمد لله عدى على خير. فكان معايا واحده معاها طفل مثلا عنده سنه، يا دوب لسه بادئ يمشي بس لسه متعلق بيها جامد، ومعاها بنوته تانية صغيره يعني مثلا بتاع شهرين ولا حاجه. المهم البنت دي بتعيط عياط مش طبيعي، بتعيط جامد جامد. فحتى لو هي عندها مغص، هي الام دي ما معهاش علاج للبنت ولا معاها اي حل غير ان هي بتديها السكيته. فالولد ده برضو كمان هو بيعيط. طب عاوز ايه؟ اتاريها عارفه هو عاوز ايه. المهم الولد ده فضل يعيط جامد جامد جامد، قامت هي عطيه له الايه السكيته دي، معاها سكيته واحده، شالتها من بق البنت حطيتها في بق الولد، وبعد كده رجعت البنت عيطت، قامت شايلها من بق الولد حطها في بق البنت. فالولد عيط، عملت ايه بقى؟ راحت ضربت الولد ده بعزم ما فيها بالقلم على وشه. اقسم بالله انا دمي غلي واتحرق بطريقه ما هي طبيعيه. قلت لها انت بتعملي ايه؟ حرام عليك. انا زعقت لها، انا مش فاكره انا قلت لها هي متخلفه ولا لا يعني، بس انا حاسه ان انا يومها اندفعت يعني زعقت جامد لدرجه ان هي حسيتها خافت. هي حتى ما شاء الله كانت جسما اكبر مني يعني. قلت لها بتعملي ايه؟ حرام عليكي، حرام عليكي بجد، انت ليه بتضربيه؟ ف قلت ما كانش في بالي اي حاجه اقول لها عليها غير ان انا قلت لها على فكره اي حد ممكن يصورك وانت بتضربيه وتروحي في 60 داهيه. دلوقتي بقوا بيصوروا اي حد بيتعدى على اي طفل، وبجد الطفل ده بياخد حقه، وان ربنا سترها معاكي مره ممكن تقعي. يعني انا ما جاتش في بالي ان انا اصورك، ممكن كنت صورتك ووديتك في داهيه. فهي خافت، وفعلا انا كنت قاصده ومتعمده اخوفها. ليه انا اخوفك من ان انت تمدي ايدك على ابنك انت؟ والطفل اصلا مشكله ان الطفل بجد لما بيتضرب ما بيسمحش لاي حد يعني ان هو يسكته غير مامته برضه، يعني بتبقى هي اللي ضرباه، وبيبقى مش قادر يقبل اي حد تاني في البيت، حتى يعني هي لو خالته، حتى لو حد قريب جدا مش حد غريب، مش بيقبل ان هو يروح لحد غير برضه لمامته. يعني هو امانه ليك انت، يعني انت اللي تضربيه وتاذيه، وفي الاخر هو يا عيني ما هو ما يعرفش غيرك، فبيرجع لك انت. المهم قلت لها ما كانش في بالي بصراحه، ما كنتش مجهزه اي حاجه خالص يعني. انا فعلا حرفيا نفس الموقف بالظبط، دماغي اتشلت وتفكيري وقف. قلت لها حرام عليكي ليه كده؟ ربنا هيقتص منك يوم القيامه. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني يوم القيامه ربنا هيجيبه، هو هيبعثه بنفس قوتك ونفس حجمك، وانتي هتكوني صغيره وضعيفه، وهو هيضربك نفس القلم اللي انت ضربتيه له. فحسيتها وقفت كده. وبصراحه اول لما كلمتها وبدات في الاول تجادل، وانا حمزه كان نايم على ايديا، فلقيتها بتقول لي يعني انت مش هتضربي ابنك؟ قلت لها يا ستي ربنا يثبتني ويثبتنا كلنا، وما نوصلش للموقف اللي يخلينا يعني نفقد اعصابنا مثلا ونأذي ولادنا. بس مش معنى ان انا بكلمك في حاجه ان انت تردي عليا وتقولي لي يعني انت مش ملهاش علاقه. يعني انا بقول لك ما تاذيش ابنك وحرام عليكي تضربي ابنك، مش عشان اعلي عليكي، عشان ده طفل كان عايز يعمل ايه؟ انتوا متخيلين؟ كان عايز التتينه، عايز البتاع السكيته. طيب هاتي 2 معاكي يا ستي، عارفه ان هو يا ستي هاتي سات الرضاعه، رضعي بنتك الصغيره واديله هو السكيته. طيب الولد بعدها كان عايز ايه لما اتضرب؟ برضو هي خبطته اول مره لما كان عايز السكيته دي، خبطته في صدره جامد جامد. طفل والله لحم، يعني انا اصلا مش عارفه هو بيمشي ازاي، هو رفيع جدا وصغير، واضح ان هو لسه يمكن ما كملش سنه، بس على حسب ظروف البيئه مثلا هو بدا يمشي. تاني مره بقى لما ضربته بالقلم جامد على وشه، كان عايز يجر الايه اللي هي الشنط اللي بتطلع معانا على الطياره دي، شنط صغيره، فهو الولد ايه عايز يجرها كده، ايه يفضل رايح جاي بيها، يتمشى بيها قدام، ما يتمشى بيها. حضرتك انت خايفه على مشاعر الناس مثلا اللي موجوده ان ابنك يلعب او يزعجهم؟ ما يزعجهم، ما طز فيهم، يعني تخسري ابنك وتخسري طفل صغير علشان ناس حواليك انت مكسوفه منهم؟ يا سلام. طيب الولد طبعا انا كنت شايله ابني، ما عرفتش اروح اجيبه ولا اشيله. وبرده الولد قلت لها بصي كده عليه، مش هيبقى عايز غيرك انت، مش هيجي غير عليكي انت، ومش هيجري غير عليكي انت اللي تسكتيه. فليه حرام عليكي ليه؟
لما وقفت جدال قالت لي والله بامانه مش هضربه تاني خالص. لما قلت لها موضوع ان ربنا هيقتص منك يوم القيامه، قالت لي مش هضربه تاني خالص. قلت لها امانه عليكي هو ضعيف. قالت لي لا مش هضربه تاني خالص. ثواني كده، اخر حاجه بس علشان الوقت وجالي مكالمه. جربوا بجد الحل ده، والله العظيم اتحداكم ان انتوا تمدوا ايديكم على اولادكم تاني. لما تحسوا بنفس احساس الخزي والاحراج من صحابكم اللي حواليكم، والله لو طب هقول لكم على حاجه حلوه برضو. انا الحمد لله بدات ادرس لايف كوتشنج، وباخد حاليا برضو دي مفاجاه بقى هقول لكم سايبه لكم مفاجاه في اخر الفيديو الحركات دي. الحمد لله ربنا كرمني ان انا بدات ادرس لايف كوتشنج زي ما كنت بحبه وزي ما انا كنت اتمنى، وان شاء الله برضو هعلن عنها في فيديو خاص بالقناه يعني اكتر. وكمان بدرس استشاري نفسي واسري، يعني ان شاء الله اكون مرشد نفسي واسري. تمام. جربوا موضوع بالمناسبه يعني، او اللي خلاني بقول كده، ان احنا اخدنا ان احنا ايه، بنرجع كده نفتكر حاجات في العقل اللاواعي عندنا. تمام. في العقل اللاواعي عندنا، ونقعد نفتكر المواقف اللي اذتنا واحنا صغيرين، او الموقف ايه اكتر موقف مثلا احنا مش ناسيينه، ايه اكتر موقف اذانا وعلم معانا واحنا مش ناسيينه. ونحاول نفتكر ونسترجع كل المشاعر بتاعته تاني، موقف خذلان، موقف اذى، كل الحاجات دي. الصادم في الموضوع ان احنا افتكرنا. يعني انا عندي الحمد لله كام 27 سنه بعد بكره افتكرت مواقف كتير. ناس تانية اللي عنده 30 واللي عنده اكتر، تخيلوا تبقوا 30 سنه و20 سنه و27 سنه، وفي ناس 40 سنه وما انتوش ناسين موقف حصل وانتوا صغيرين، وانتوا في ابتدائي مثلا، موقف عدى عليه 10 سنين عمركم انتوا ناسيينه. فتخيلي بقى موقف انت مش ناسياه، هو طفل بقى هيعمل ايه؟ لو نساه في سن صغير، المشاعر عمرها ما هتتنسي، وهتفضل مكبوته ومتخزنه جواه. متخزن جواه انه ما كانش كفايه، سواء اتضرب عشان مش بيعمل الواجب، سواء اتضرب عشان وقع حاجه، فوصل عنده في السب كونشس، العقل اللاواعي عنده، ان هو الحاجه دي اهم منه. ماما مهتمه بالبيت اكتر مني، مش من حقه يوقع حاجه، من حقه يمشي واخد باله من كل تصرفاته، مرعوب من كل حاجه بيعملها، عايش في توتر طول الوقت. طب ليه؟ والله انت ما تستحمليهاش من جوزك، من اخواتك، والله ما تستحمليها من مامتك وباباكي، ان هما يحطوكي في ضغط وانت واحده كبيره ومتجوزه ومخلفه، والله ما تستحمليها. طب هو يستحملها ازاي بقى؟ ما تستحمليش تتحطي في ضغط، ما تستحمليش ان كل حاجه في البيت تبقى حساسه جدا، ولازم ما تلمسش كذا وما تعملش كذا، واعمل واجب واعمل كذا واعمل وايه بقى؟ ده في طفل بيقف يعمل كده، اللي هو عارفين اللي هو ايه، هيتضرب فيقوم عامل كده عشان يحمي نفسه. يعني انت وصلتيه لعدم الامان من ناحيتك، انه هيتلطش في اي لحظه من اللحظات. حرام عليكي. والله 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 انا مش بجلدكم، بس انا كنت يعني على قد ما اقدر عايزه اوصل لكم احساس الطفل الطفل الضعيف. يعني تخيلي تبقي انت مصدر الامان بالنسبه له الاول، مصدر الامان الاول، ويبقى اول مصدر هو خايف منه. تخيلي. ضعاف، والله ضعاف، وحتت لحمه صغيره لسه طالعه للحياه، والحياه ما هي سهله، والزمن بتاعهم ما هواش سهل، احنا نفسنا مش عارفين نعيش فيه اصلا، فما بالكم هم. فإن ما كناش احنا اول مكان امن بالنسبه لهم، قادر يخرج منهم كل حاجه حلوه، قادر يساعدهم، قادر يطمنهم، مين اللي هيعمل ده؟ انا كآية والله عارفه ان انتوا بتجلدوا ذاتكم، وعارفه ان انتوا مضغوطين، وعارفه ان المشاكل الحياه بجد كبيره وما هياش سهله، وبتمروا بتحديات كتير ومسؤوليات اكبر وكل الحاجات دي، والله ما بنكرها ولا بنكر عليكم اي حاجه. بس الله يكرمكم يا رب ويبارك فيكم. خلوا بالكم
خلوا بالكم يعني 1000 مرة، خدوا بالكم من تصرفاتكم معاهم، راعوا مشاعرهم وطفولتهم وضعفهم ضعفهم ضعفهم. بس مش هقول لكم اكتر من كده. يعني الحاجة برضو التانية، انا كآية بخطأ مش ملاك، وبدل كتير. يعني انا يمكن ابني لسه ما كبرش عشان يقدر يعمل حاجات مثلا تعصبني، اختبر نفسي، يعني كل قول مختبر طبعا. بس انا من دلوقتي بقول لكم ان انا ساعات لما اخويا او اختي اللي اصغر مني بيعملوا حاجه انا بتعصب عليهم، وساعات ما ببقاش بستحمل اللي هما بيعملوه، يعصبوني، يبقوا يستفزوني في بعض الحاجات. فعلا ساعات ما بستحملش يعني. بس اخر فتره على قد ما اقدر كنت بحاول اكنترول على نفسي بجد، لان انا للاسف لما فهمت الحاجات دي وعرفتها حسيت قد ايه صعبه. مره انا شديت مع اخويا الصغير وتخيلت نفسي مكانه، والله ما بطلت عياط، والله ما بطلت عياط، ورغم ان اللي حصل مني غصب. بس قررت ان انا، وده اللي ان شاء الله كلكم تكرروه، ويا ريت كل واحده فيكم تكتب هي قررت ايه وبتعمل ده او لا، وبتشوف بتعمل كده او لا. لو انتوا قررتوا حاجه زي كده، القرار معلش، القرار هو ان انتوا وقت العصبيه، وقت النرفزه، وقت المشكله تبعدوا تماما عن الطفل، ابعدوا عن مكان الطفل، عن المشكله اللي حصلت. روحي مكان تاني، اهدي، اتنفسي كويس، رتبي امورك وافكارك، وقولي ان هو اهم. حاولي قبل ما تمدي ايدك عليه خديه في حضنك. والله الطفل هيتخض انك حطيتيه في حضنك، والله هيتخض، لان ممكن مش هيكون واخد على كده منك. فقبل ما تضربيه خديه في حضنك، قولي له انت اهم عندي، وانت خد بالك انت كنت عاوز تلعب في الدقيق مثلا، انت كنت عاوز تلعب في الضلفه ووقعت حاجه وكسرتها، انت كنت عايز تلعب في الميه وغرقت هدومك مثلا وانت هتتبل وتتعب. بالراحه خالص خالص. تخيلي لو واحده جارتك ابنها سابت ابنها معاكي، او واحده من اخواتك سابت ابنها معاكي، بلاش اخواتك عشان احنا بنيجي على اولاد اخواتنا عادي. واحده جارتك مثلا، وجارتك دي غنيه قوي، فانت يعني هتتعاملي مع ابنها بالشوكه والسكينه، تمام، وتاخدي بالك بقى منه وتعملي كل الحاجات الجميله. طب ما تعملي كده مع ابنك، ما هو اولى ان انت تحتويه وتعملي كده معاه. هو اولى يبقى في كل الاوقات حاسس بالقبول، حاسس ان هو فعلا بقبول غير مشروط. الحلقه اللي جايه ان شاء الله من اللي هنكمل فيها كتاب سندريلا سيكريت، بنتكلم فيه عن المثاليه، ودايما توقعات الاهل اللي كانت بتفضل من ولادهم، وقد ايه الحاجات دي وقد ايه التصرفات دي بتعمل كلاكيع مع الناس الكبيره. احنا كلايف كوتشز وكمثلا ناس استشاريين نفسي واسري، في كل المحاضرات انا الى الان الحمد لله بدرس، يعني بنتخرج الفتره اللي جايه ان شاء الله وبنعرفكم يعني الموضوع. بس مفيش محاضرات بتخلو ومفيش كلام من الدكاتره بيخلو عن ان دي كلها تراكمات طفوله، وكلها مشاكل من الاهل من الطفوله. طب ليه؟ ما الطفوله في ايدينا اهي، ليه نوصلهم لما يكبروا ان هم يبداوا يتعالجوا ويبداوا هم حتى يعني كفايه حتى ان احنا مثلا لما بنكبر ونيجي نقول لاي حد من اهلنا ان احنا محتاجين مثلا نروح للايف كوتش ولا لحد يسمعنا، بنلاقي رفض اصلا، تمام، رغم ان دي كانت حاجات من الطفوله احنا السبب فيها كاهالي. فلو احنا بقى كمان كاهالي سببنا ده لاولادنا لا قدر الله، فاولادنا هيكبروا يبقوا كمان حتى عايزين يتعالجوا وعايزين حد يسمعهم، احنا مش هنسمح لهم. مش بعيد نقعد نتريق عليهم ونتفه من مشاعرهم. يا جماعه الله يصلح حالكم يا رب العالمين، ويهدينا ويهديكم ويثبتنا ويثبتكم. وطول ما انتوا بتسعوا وطول ما انتوا بتحاولوا، مش من اول مره، انا عارفه الموضوع مش هيظبط من اول مره، بس كفايه ان انت تبقى حاطه في وعيك ان انت تاخدي بالك، وان انت ما تمديش ايدك عليها على قد ما تقدري، وافصلي على موضوع فصل القوات ده، خليكي في مكان تاني خالص.
بس الله المستعان. يا رب اكون قدرت افيدكم. انا عارفه ان انا كنت منفعله شويه، معلش حقكم عليا، بس فعلا الموضوع والله العظيم الى الان انا يمكن ما جاليش نوم، وصحيت الصبح ما عرفتش اكمل نوم بسبب ان انا افتكرت الموقف ده. وسبحان من ذكرني يعني عشان اقدر سبحان الله يعني عشان اقدر اكلمكم في حاجه زي كده، لعل وعسى حد يستفاد منها. وربنا يا رب يحفظكم. ما تنسوش ان انتوا لو استفدتوا تبعتوا لناس صحابكم سواء بيعملوا كده او مش بيعملوا، عشان ياخدوا بالهم وهم كمان يستفادوا. هي الفايده كلها ان احنا هنفيد الجيل الغلبان الضعيف، الطفل اللي يعني لا حول له ولا قوه غير بينا احنا. هو ده المستفاد، هو ده اللي احنا هنحميه. فما تتاخروش في ان انتوا تشيروا الحلقه عشان تحموا فعلا بيها اي طفل على قد ما تقدروا. وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم ويجزيكم عليه خير ويثبتنا واياكم. ولو انت لسه ما اتجوزتيش، خدي بالك وتعلمي واعرفي اكتر عن التربيه، واعرفي اكتر عن الولاد، واعرفي اكتر عن النفسيه، واعرفي اكتر ازاي تحلي الخلافات وازاي تتقبلي الاطفال. ودربي نفسك في ده مع كل الاطفال والدايره المحيطه بيكي، ولاد اخواتك، جيرانك، اطفال بتلعبي معاهم في الشارع، اي حاجه. حاولي تعملي ده بحيث انك على قد ما تقدري تستوعبي شويه نفسيه الاطفال، وتستوعبي شويه وتختبري نفسك. اشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. طيب، حابه بصراحه ان انا ما اتكلمش عن حاجه غير لما نحط ليها حلول عمليه. تمام؟ الموقف بجد بكل مقاييس الحياه والبني ادمين وكل حاجه ما ينفعش يتعامل مع طفل صغير. عارفه ان كل واحده فينا بتمر بضغوطات وبنمر بحاجات فعلا، مواقف احيانا فعلا بتخرج الواحد عن شعوره، بتخرج الواحد عن تحكماته. بس مثلا واحده متخانقه مع زوجها تروح تحط كبتها وغلها في ولادها، واحده متخانقه مع حماتها وحماتها عامله لها مشكله، واحده متخانقه مع مامتها والبيت، واحده مضغوطه بشكل عام وابنها عمل حاجه غلط، ابعدي عنه تماما، امشي روحي اوضه تانية واقفلي على نفسك لحد ما تهدي. ابنك كب حاجه على الارض، وسخ لك حاجه معينه، الركنه، الكنبه، السجاده مش اغلى من ابنك وقع على نفسه ميه مش اغلى منه. هو نفسيته اغلى من كل شيء، والطفل اغلى من كل شيء لضعفه وقله حيلته. طفل ضعيف لضعفه وقله حيلته. ايه تاني؟ ده اول حل، تبعدي تماما 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 عن المكان اللي موجود فيه الطفل اللي عمل الحاجه الغلط اللي انت معترضه عليها او متضايقه عنها دلوقتي منها. تاني حاجه او اكبر، يعني حرفيا انا هقول لكم حل، مش عايزه اقول حل سحري، بس حل قوي جدا جدا والله العظيم، واتحداكم لو طبقتوا الحل ده تمدوا ايديكم تاني على اولادكم. ايه هو الحل؟ خليكي فرضا في تجمع معاه صحابه، انت معاكي صحابك، وطبعا خارجين مثلا كلكم، معاكي اخواتك وفي بيت اهلك، يعني مش مع ناس حتى غريبه، مش هقولك مع ناس غريبه، معاكي اخواتك وفي بيت اهلك وليهم ولاد خالتهم جنبهم. تمام؟ وانت ضربت ابنك بالقلم في مره، خليكي في نفس التجمع ده، خلي واحده من اخواتك تضربك هي كمان بالقلم، مش قدام الطفل طبعا، يعني خليكي في تجمع كده، تخيلي نفسك. يعني انا طبعا لو طبقت الموضوع عملي والله العظيم اتحداكي بعد كده تمدي ايدك على ابنك، بس تخيلي وعيشي الموقف فعلا. لو ابنك غالي عندك وعيالك غاليين عندك، وانت بتقعدي في اخر الليل تلومي نفسك وتجلدي ذاتك ان انت مديتي ايدك عليه، وتقعدي تعيطي ان انت احرجتيه وان انت جيتي عليه وهو نايم يعني بريء وبيسامحك، لان هو فعلا ملوش غيرك، وربنا خلقه سبحانك يا الله خلقه بينسى. بس الطفل فعلا مشاعره ما بتتنسيش، هي بتتركن تحت 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 في العقل اللاواعي عنده. بس وقت لما بيكبر ويبقى زينا بيبقى عنده كلاكيع كبيره، بيخرج للدنيا ما هوش سوي ولا هو كويس. طب ليه؟ احنا السبب من وهم صغيرين. طيب هعمل ايه؟ خلي واحده من اخواتك، وتخيلي نفسك كده
بكامل يعني حواسك. تخيلي نفسك في موقف انت بتاخدي بيه بالقلم على وشك قدام ناس صحابك، تمام؟ ناس صحابك موجودين، اللي هم طبعا ريفلكتد لصحابه هو كمان. ناس صحابك موجودين وانت بتاخدي بالقلم على وشك. اخواتك اللي هم من لحمك ودمك وانت بتاخدي قدامهم بالقلم على وشك على موقف ايا كان. وعلى فكره انت هتبقي مرتبه معاهم ان هم يضربوكي مثلا. يعني لو رتبت مع اختك تضربك بالقلم عشان تبقى القوه بس متساويه، فتشوفي قوه ايدك على قوه طفل. تخيلي بقى، يعني هو اضعف طبعا فالقلم عليه اصعب. تخيلي بقى واحده من نفس مستواك بتديكي بنفس القلم بنفس القوه اللي انت اديتيها لطفل صغير، هتعملي ايه؟ والله العظيم هتحسي بكميه احراج وخزي و... و... وفوران دم ومكسوفه وعاوزه تروحي تداري في اي حد وعايزه تعيطي وتكتمي العياط. فعلا عيشي مواقف الطفل الصغير بتلاقوه بيكتم في العيط، وفي طفل يفضل ينهنه وما بيعيطش، وفي طفل يفضل خزيان كده وتلاقيه بيداري نفسه فعلا بيقول يا ارض تشقي وبلعيني من الموقف اللي هو فيه. ليه؟ اسالي نفسك ليه اوصله لان هو يبقى مش عارف يداري نفسه فين من الاحراج، يبقى من كتر الخزي ومن كتر الوجع مش عارف يعمل ايه. فعلا هو مش هيكون هو عارف يعمل ايه. حرام والله العظيم، حرام عليكي وهتتحاسبي، سواء انت ام او اب، زي الاب اللي ربنا يسامحه وينتقم منه. بجد انا يعني تخيلوا ان شخص ما يعرفكوش لمجرد ان يشوفكم بتاذوا ولادكم يفضل يدعي عليكم كل ما يفتكر الموقف. هل انتوا هتستحملوا ان حد يدعي عليكم؟ لا. ويا رب يا رب ربنا يقدرني، وانا بس عشان موبايلي كان حصل فيه مشاكل كبيره واتعمل له سوفت وير وحوار، فيا رب اقدر ارجع للشات والاقي رقم العربيه اللي انا اخدت رقمها بتاعه الاب الصعب اللي ضرب البنت الصغيره دي. ولو ام البنت دي مثلا منفصله وهي عايشه مع باباها، والست اللي ورا دي مستحيل تكون امها وتسيبه بيضربه بالشكل ده، الا ان هي تكون خايفه منه لانه مثلا متسلط وايديه طويله او شخص فعلا مؤذي فهي كانت بتتجنبه. لو اي حل من الاحوال دي بجد حاولوا تنقذوا الطفله دي باي شكل. المهم انا يومها اصلا حاولت اروح او اقرب محل شفته جنب المكان، رحت وحاولت ان هو الاقي الكاميرات واجيب الكاميرات بتاعته، بس للاسف هو من حسن حظه يمكن ربنا فعلا فتح له فرصه تانية جديده ان الكاميرات ما جابتوش. بس صاحب المحل ده قال لي بصي انت كده عملت اللي عليك قدام ربنا، انت حاولتي وان شاء الله ربنا يوقعه في شر اعماله. فربنا بجد يا رب يا رب يقع في شر اعماله في يوم من الايام، ويقع في ايد حد فعلا ما يسميش عليه زي ما بيقولوا. ثواني بس عشان جاي لي مكالمه.